السلام عليكم البنات الزوينات الغزالات الحباب الخوت، مرحبا بكم في قناة عالم الاكوام ونا فيديو جديد. كنتمنى نلقاكم بخير وعلى خير وصحة جيدة ان شاء الله. قبل ما نبداو هاد لا فيديو لازم نصليو على النبي الحبيب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين عليه افضل الصلاة والسلام. اليوم البنات ان شاء الله عندي واحد الكوموند ديال واحد التبصيل ديال الدجاج، وبغيت نشاركو معاكم تحت الطلب ديال البنيتات المبتدئات، البنيتات اللي يلاه تزوجوا وبغاو جاتهم شي عراضه وبغاو يطيبوا راسهم. علاش لا؟ كلشي يتعلم، واللي ما معلمش وتا واحد ما كيتزاد معلم. الواحد غير يكون راسو صغير ويتعلم لاي حاجه. تبارك الله كلشي كيعرف يحمر الدجاج وكلشي كيعرف يطيب الدجاج. انا كنبغي نشارك مع البنيتات المبتدئات، البنيتات اللي يلاه تزوجوا، البنيتات اللي يلاه تخطبوا وبغاو يتعلموا. انا كنبغي نشارك معكم اي حاجه. هذا الفيديو البنات راه طويل، ولكن بزاف فيه ديال النصائح وبزاف فيه ديال الحويجات اللي غادي ينفعوكم. كما كتشوفوا البنات عندي انا اليوم كوموند ديال الدجاج غنطيبو في داري. غتجي السيده غتاخد الكوموند ديالها مقاد غير من عندي، ديه تحطو للضياف ديالها. عندي 4 ديال الدجاجات. اول حاجه كنجيبو الدجاج ديالنا قبل ما نخويو عليه الماء كناخدو الملحه. الملحه هي اللي غادي تحك لينا الدجاج وغتخرج لينا هذوك الخيوطه وداك الشيء اللي فيه. كنحاولوا نحكو بالعنيقات بالفخاد لداخل كل الدجاجه، كنعطيوها الحق ديالها في الغسيل. سواء كانت عندك دجيجه بوحده، سواء جوج، سواء ثلاثه، سواء اربعه، سواء شي حاجه اللي هي كثيره، كنديروا نفس الطريقه في الغسيل. الدجاج الا ما عطيتيش الحق ديالو في الغسيل من البدايه راه ما غيجيكمش الدجاج زوين. كما كيقولوا واخا تبزريه، واخا تزيديه، واخا ديري لي ما عرفتيش درتي، راه خاص الحاجه اللي هي زوينه هي من الاول خاصك تعطيها الحق ديالو في الغسيل ديالو. هانتوما البنات كتحاولي تحكيه بالملحه. الملحه هي اللي كتساعدك باش كتحكي الدجاج ديالك مزيان. كنبقاو على هاد الطريقه من بعد ما كنكملوها البنات. سواء البنات شو انا كندير هاد الطريقه سواء الدجاج ديالي سواء ديال الناس. ها نتوما كما كتشوفوا هو عندي هاد الكوموند مولاتو غايبه وربي حاضر. كما كنبغي الخير راسي كنبغيه للناس، كما نبغي ندير حويجه زوينه ليا نديرها لاي واحد. انا الدجاج الا ما غسلتوش بهاد الطريقه راه ما ممكنليش نطيب انا الدجاج الا ما تغسلش بهاد الطريقه. ها نتوما البنات كنحاول نخدمو من الداخل من بين الفخاد من الصدر من حدا العنيقات من كل شيء. عطيو الحق للغسيل ديال الدجاج. وما تنساوش البنات ملي تبغيو تاني تساليو غتقبطوا الموس وغتقبطوا ديك العنيق وتا هو غتكرطوه تا هو ديك العنيق باش حتى اللي كلا شي حاجه يعرفش كياكل. الناس كاين الناس اللي كيبغيو ياخذوا العظيمات، عزيز عليهم العظيمات ديال الدجاج. الا خديتي شي عظيمات ولا كليتي شي حاجه كتعرفي شنو كتاكلي. الدجاج ديالي البنات كوليه بعينيك مغمضين كما بغيتي، لان كنعطيه حقه في الغسيل البنات. ها نتوما شتي العنايق اللي قلت لكم كنحاولوا حتى هو كنكرطوا منه هذاك الشيء اللي فيه. من بعد البنات ما كنكملوا الدجاج ديالنا بالحكان ديال الملحه. غادي نقبطوه وغنغسلوه مزيان، غنشللوه مزيان من هذاك الملحه اللي درنا، وعاد غنديروا له الترقيده اللي غنرقدوه فيها. نعطيكم واحد النصيحه، الا كانوا عندكم 10 ديال الدجاجات ديروا لهم ميكه ديال الملحه هذيك ديال درهم. كانوا عندكم 5 دجاجات كدير نص الخنشه، انا عندي 4 ديال الدجاجات غادي ندير نص ديال الخنشه ولا نص ديال الميكه وغنقص منها شويه. عطيتكم العبار ديال الدجاج كيفاش تخدموا الدجاج كيجيكم هو هذاك. ونعصروا عليه الحامض مزيان ونحكوه. ديك القشور د الحامض اللي يبقاو لينا حتى هما نحكوه ونعصروه ونديروا سكينجبير. وإلا بغينا الدجاج ديالنا يجينا ابيض كيشعل ندردروا عليه شويه ديال الفورس. هذاك الفورس كيعطيه البيوضيه وفي نفس الوقت كينشف الدجاج كيعطيه واحد زوينه البنات. سكينجبير والحامض كان عندكم الخل تا هو زيدوه. المهم الحامض راه هو اللي ضروري. ما كانش الحامض ديروا الخل، ولكن الحامض راه كيعطي المذاق الدجاج ديالنا. وما نزيدوا الفرصه البنات. هذا هو الترقيده اللي كنرقد فيها انا الدجاج، وسواء واخا تكون غير دجيجه ديالي بوحده في الدار كندير لها هاد الطريقه وصافي البنات. وكنخليوه مرقاد في هذاك الحامض وفي سكينجبير وفي الفرن. وما نقولش لكم ملي كتغسلوه وتخليوه يستقطر
وتشوفي الدجاج ديالك كيفاش كيجي على حقه وطريقه. من بعد البنات ما غنخلي الدجاج ديالي يترقد في هاد الترقيده اللي درت ليه. من بعد غادي نغسلو مزيان وغنشلو وغنخليه يستقطر مزيان، عاد غادي ندخلو للكونجيلاتور. من بعد البنات دابا كما كتشوفوا دائما كتعرفوني المتتبعات ديالي الزوينات كيعرفوني دائما انا كنشرمل الدجاج ديالي بالليل. الا ما كانش الانسان عنده الوقت ولا جاتك شي مناسبه على غفله ولا انسان حتى لاخر لحظه، راه كيكون الدجاج ديالك ضروري مغسول مفروك، كتجبديه حتى تخليه غير واحد الساعه هكاك مرقد ورديه. انا عندي الوقت ديالي الكافي. دابا غنشرمل الدجاج ديالي بالليل وان شاء الله نتلاقاو في الصباح. كما كتشوفوا عندي البزار، سكينجبير، الخرقوم، الهريسه، دويمه الزعفران، الثومه محكوكه، اللب الحامض، السمن، وما نساوش بسيبيسه اللي كنشريوها وكنجيبوها للدار كنطحنوها لراسنا. الربيع كنديرو غير شويه، دائما كنأكد عليكم الربيع ديرو غير شويه باش ما تجيش ديال التغميره ديالكم كحله. الدجاج حنا ديالنا اللي تعلمته من عند الوالده ديالي ومن عند جداتي الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين، هما ما كيديروش، حنا عندنا ما كيديروش الربيع مقطع، كيديروا غير بيضه ديال الربيع في الدجاج. وانا كندير واحد شويه ديال الربيع، غير شويه، ما تكتروش الربيع، كنأكد عليكم غير شويه ديال الربيع، وكنزيدوا ربيطه مربطه. صافي البنات، وبغيت نعطيكم تا شحال درت ديال العطريه. كل دجاجه عطيوها معلقه صغيره ديال العطريه، كل دجاجه عطيوها معلقه صغيره ديال العطريه. البنات من بعد ما درت الدجاج ديالي في القاميله ولا في الطاوه ديالي، ها نتوما كتشوفوا من بعد كيشد ليا الغليه الدجاج كنزيد الزيت. ها نتوما نعطيكم العبار ديال الزيت، مغرفه ديال الزيت لكل دجاجه. عندنا 4 دجاجات غنديرو، كنعطيكم انا دابا ديال 4 دجاجات، كل دجاجه كنعطيوها المغرفه ديال الدجاج. واذا كانت عندكم زيت الزيتون راه كتكون افضل، زيت الزيتون كيعطي المذاق الطياب ديالنا غزال. انا الصراحه البنات ما كانتش عندي، ولو كانت عندي يلا سالت من عندي، واخا كتكون ما يجيبوهاش ليا الناس اللي كنطيب لهم كنزيدها من عندي، ما عنديش حتى مشكل. ولكن يلا الله غالب، يلا سالت ليا. كنخليو الدجاج كنبغي غير باش نشرح لكم اي حاجه. من بعد ما كيغلي لينا الدجاج وكتشد فيه الغليه، هو ضروري ناخدو القطيب ونتقبوه. ملي كنتقبو الدجاج ديالنا البنات كتزيد تدخل فيه ديك العطريه والمريقه، واخا هو راه بايت مشارمل، وديك التقيب الا كان شي دم في الدجاج ولا شي حاجه كيخرج. هاد الطريقه كتخلي الدجاج ديالكم زوين. كنديرو انا على الصدر ديالو، ما كنبقاش نقلب فيه حتى كيطيب طياب واحد البنات. ودابا البنات غادي ندير البصيله اللي غادي يطيب فيها الدجاج. كل دجاجه عطيها بصيله ديالها. هنا 4 ديال البصيلات مشنفين رقاق، هذا هو الدجاج غادي يطيب في هذيك البصيله ديالو. ما تنساونيش البنات بواحد اللايك، الله يجازيكم بالخير، واحد اللايك وما فيها بس بارطاجيو الفيديو مع الحباب ديالكم والاهل ديالكم فضلا وليس امرا. كنحاول نعطيكم جميع الحويجات اللي ينفعوكم. الدجاج الا بغيتو تعرفوه انه طاب، جيو غير العنيق ديالو وقلبوه، الا لقيتو العنيق طاب عرفوا الدجاج ديالكم راه طاب. هنايا البنات الكبيده ديالي راه ما سالقاها ما والو، كنت رقدتها غير بالحامض حيت الملحه كتهبطها، رقدتهم غير بالحامض. وهاد القنيصات والقلب البنات ضروري كنحلوه. كاين شي واحد كيخلي القلب هكاك لا بالعكس، حلوا القلب كيكون فيه الدم لداخل، حلوا القلب مزيان باش كيتغسل حتى هو وكيترقد. القلب والقنيصات راه ترقدوا مع الدجاج.
هذه البصله ديالنا اللي غادي نديرو بها التغميره. عندنا 4 دجاجات، درنا لهم 3 كيلو ديال البصله الحمراء. هنا البيض السمان سلقته باش غنزوق به ان شاء الله. وملي كنبغيو نهزو الدجاج ديالنا راه كما شاركت معكم كنهزوه بالتفصيل باش ما كتخافيش منه لا يتحلك لا والو. هنا الدجاج ديالي كما هزيتو ها هو كيبان، عطيوه خليوه ما تغطيوهش البنات، الدجاج خاصو ينشف مزيان. كل ما نشف ليكم الدجاجه كتجمع راسها. كما قلت لكم البنات كل ما الدجاج نشف ليكم كيجي زوين وما كيجي ما كيتحلش ليكم، سواء بغيتو تحمروه في الفران ولا تقليوه في الزيت كيبقى الدجاج ناشف وزوين. ها نتوما كيبان لكم البنات دائما الدجاج قبل ما كيدخل الفران كيعطيكم التحميره وكيبان لكم شارمل، حيت عطيناه التشرميله ديالو زوينه. خاصكم يجيكم بحال هكا قبل ما دخل الفران كيبان لكم راه محمر ومشرمل زوين. هنا الدغميره ديالنا من بعد ما ملي هزينا الدجاج زدنا ديك البصله اللي كنا مخليين 3 كيلو ديال البصله في 4 دجاجات ديال الدغميره. يلا كيجيو هي هذيك، حيت البنات البصله كتذوب. من بعد ما كنقابلوا الدغميره ديالنا كنبقاو هذوك الكبيدات القنيصات والقليب كنديروهم، وديك الكبيدات البنات كنخليهم حتى لاخر لحظه حتى كنشوفوا الدغميره ديالنا وقفات مزيان، عاد كنديروا ديك الكبيدات. هذوك الكبيدات راهم ناشفين وزوينين. صافي البنات هما كيطيبوا دغيا وكيبقاو الا درناهم من الاول كيتحلوا وكيعطيو للدغميره ديالكم كتفرتت هذيك الكبده وكتجي الدغميره كحله. كنخليوهم حتى لاخر لحظه. وها نتوما البنات كيفاش كنحركوا التغميره ديالنا، غير بشويه كنديو كنجيبو، ما كنبقاوش كندوروا في التغميره. التغميره حتى هي خاصنا نعطيوها الحق ديالها في المقابله ملي نكونوا كنقابلوها. ها نتوما كنبقاو غير بشويه كنديو ونجيبو. ملي تعرفوا التغميره ديالكم راه وجدات، ملي تشوفوا تلقات ديك الزويته، ملي كتطلق ديك الزويته صافي راه التغميره ديالكم وقفات. والا شفتوها تعطلات لكم في التحمار زيدوها واحد الكاس ديال الزيت. صافي دابا التغميره ديالنا البنات واجده ومحمره على حقها وطريقه. وهنا البنات كما كتشوفوا جدت بصل الزيتون اللي ديال الزيتون الدار جديد شرملته ودرت له عليه نصيص د الحامضه بالهريسه، وجدت البيض السمان الفرماج والزيتون كحل والزيتون خضر. وهذا هو الطبق ديالنا ديال اليوم، كان كوموند ديال واحد السيده. تاكلوا بصحتها وراحتها ان شاء الله. جا واحد الطبق اللي هو غزال الصراحه. كنتمنى اللي شاف هذا الفيديو ديالي ما ينساش واحد اللايك، الله يجازيكم بالخير، وواحد البارطاج مع الحباب ديالكم والاهل ديالكم. وهانتوما البنات راني غطيتو وقديتو، دابا كنتسنى غير السيده صافي غتجي تاخذ الطبق.